بعد وفاة سلطان السعديين الغالب بالله سنة 1574 بويع ابنه محمد الذي لقب نفسه بالمتوكل على الله، وكان فظا غليظا مستبدا ظالما، فقد قتل 2 من إخوته عند وصوله إلى الحكم، وأمر بسجن الآخر فكرهته الرعية. لذلك رأى عمه عبد الملك أنه أولى بالملك من ابن أخيه، خصوصا أن الملك يؤول إلى أكبر الأمراء سنا، فأضمر المتوكل الفتك بعميه عبد الملك وأحمد، فدارت معركة بين عبد الملك والمتوكل بمنطقة قرب فاس، فانتصر فيها عبد الملك السعدي، وفر المتوكل هاربا من عمه، وكانت سببا في خراب ملكه. دخل السلطان عبد الملك فاس، ثم ضم مراكش وبلاد السوس، فاهتم بصناعة وتجديد السفن، فأسس جيشا نظاميا فتاكا. في الجهة المقابلة أراد ملك البرتغال الشاب سيباستيان القيام بعمل سياسي ديني هدفه محو ما وصم به عرش البرتغال خلال فترة حكم أبيه يوحنا الثالث، ذلك الملك الذي وصف بالضعف والتخاذل، والذي انسحب البرتغاليون في عهده من أسفي وأزمر وأصلة وغيرها من المدن، فأراد أن يعلي شأنه بين ملوك أوروبا، فظهر يحمل في يمناه كتابه المقدس وفي يسراه التاج والصولجان ليتوج نفسه إمبراطورا على المغرب وإفريقيا. إنه حلم امتلاك الدنيا بعد الكشوفات الجغرافية واحتلال كل أراضي الإسلام والقضاء عليه أينما وجد. فالملك الشاب سيباستيان كان يملك من الحماس والحقد على الإسلام وأهله عموما وعلى المغرب خصوصا ما تكاد تنفجر به جوارحه، وبدافع حقد وتعصب صليبي من جهة، وبدافع من العقلية الاستعمارية التي ترى أن يدها مطلقة في كل أرض مسلمة تعزز عن حماية نفسها من أي خطر خارجي. من جهة أخرى خطط لغزو واحتلال المغرب، وجاءت الفرصة الكبيرة عندما استنصر المتوكل بسيباستيان على عمه عبد الملك المعتصم بالله وأحمد المنصور وعلى بني جلدته، مقابل أن يتنازل له على جميع شواطئ المغرب، فاشترط عليه أن يكون للنصارى سائر السواحل وله هو ما وراء ذلك. ومما جاء في كتاب الاستقصاء أن المتوكل ذهب إلى إسبانيا أولا يطلب معونة ملكها فيليب أن يعينه على استرجاع ملكه، فامتنع، فتوجه المتوكل إلى لشبونة يطلب معونة سيباستيان، فأجابه، فذهب إلى خاله فيليب الثاني وطلب منه الإعانة على ما هو بصدده، فوعده بأن يعطيه من المراكب والعساكر ما يملك به مدينة العرائش، لأنه كان يرى أنها تعدل سائر مراسي المغرب. ثم أمده ب20,000 من عسكر الإسبان، وكان سيباستيان قد عبأ معه 12,000 من البرتغال، كما أرسلت إليه إيطاليا 3,000 ومثلها من الألمان وغيرهم عددا كبيرا، وبعث إليه البابا صاحب روما ب4,000 أخرى وب1,500 من الخيل و12,000 مدفع، وجمع سيباستيان نحو 1000 مركب ليحمل هذا الجموع إلى العدوى التي هي المغرب. وحذر فيليب الثاني ابن أخته سيباستيان عاقبة التوغل في أراضي المغرب، كما حذره كبار دولته عاقبة هذا الخروج، كما ذكرت تواريخ البرتغال، ونهوه عن توريط البرتغال في بلاد المغرب وقبائله، فصم عن سماع ذلك كله ولج في رأيه، وملك الطمع قلبه وأبى إلا الخروج فأسعفوه. فهي الخطبة التي ستلقى من فوق منبر القرويين ومنبر الكتب بمراكش، وكانوا يظنون أنهم منتصرون لا محالة، فأبحرت السفن الصليبية من ميناء لشبونة باتجاه المغرب، وذلك في يونيو سنة 1578 ميلادية، وأقامت في لاكوس بضعة أيام، ثم توجهت إلى قادش حيث أقامت أسبوعا كاملا، ثم رست بطنجة في يوليو، وفي طنجة وجد سيباستيان حليفه المتوكل، ثم تابعت السفن سيرها إلى أصيلة، وأقام سيباستيان بطنجة يوما واحدا، ثم لحق بجيشه يوم 10 يوليو. أما الحال في المغرب فكانت الصرخة في كل أنحائه، فهب جموع من المجاهدين قاصدين وادي المخازن للجهاد في سبيل الله.
ولم يكن عند المسلمين أحلى من الاستشهاد، فهذه التعبئة الشعبية ستتكامل لتكون جيشا ذا معنويات عالية وذا تصميم أكيد على النصر. وزاد الموقف تفاؤلا بالنصر أن القيادة كانت في مستوى الطموح الشعبي والإحساس الإسلامي، ففرار المتوكل واستنجاده بعدو البلاد والتجاؤه إلى قوى صليبية طامعة حاقدة أجج حماس الناس وضاعف شعورهم بالخطر على مستقبل البلاد. ولم تنطلي عليهم ادعاءاته، فالحقير كتب رسالة إلى أهل المغرب قائلا: ما استصرخت بالنصارى حتى عدمت النصرة من المسلمين. قد قال العلماء إنه يجوز للإنسان أن يستعين على من غصبه حقه بكل ما أمكنه، وتهددهم قائلا: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأجابه علماء الإسلام عن رسالته برسالة دحضت أباطيله وفضحت ركيك تأويله، ومما جاء فيها: الحمد لله كما يجب لجلاله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير أنبيائه ورسله، والرضا عن آله وأصحابه الذين هجروا دين الكفر فما نصروه ولا استنصروا به حتى أسس الله دين الإسلام بشروط صحته وكماله. وبعد، فهذا جواب من كافة الشرفاء والعلماء والصلحاء من أهل المغرب. لو رجعت على نفسك اللوم والعتاب لعلمت أنك المحجوج والمصاب. وأما قولك في النصارى فإنك رجعت إلى أهل العدوة واستعظمت أن تسميهم بالنصارى، ففيه المقت الذي لا يخفى. وقولك رجعت إليهم حين عدمت النصرة من المسلمين ففيه محظوران يحضر عندهما غضب الرب جل جلاله. أحدهما كونك اعتقدت أن المسلمين كلهم على ضلال، وأن الحق لم يبقى من يقوم به إلا النصارى والعياذ بالله. فالاستعانة بالكفار على المسلمين لا يخطر على بال من قلبه وراء لسانه، وقد قيل قديما: لسان العاقل من وراء قلبه. فلما سمعت جنود الله وأنصاره وحماة دينه من العرب والأمازيغ قولك هذا حملتهم الغيرة الإسلامية والحمية الإيمانية، وتجدد لهم نور الإيمان وأشرق عليهم شعاع الإيقان. فمن قائل يقول: لا دين إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم، ومن قائل يقول: سترون ما أصنع عند اللقاء، ومن قائل يقول: وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقد افتخرت في كتابك بجموع الروم وقيامهم معك، وعولت على بلوغ الملك بحشودهم، وأن لك هذا مع قول الله تعالى: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فكانت هذه رسالة شديدة اللهجة من فقهاء وشيوخ المغرب، فخاف أهل القصر الكبير وأحسوا بالهلاك لقرب البرتغاليين منهم، واستبطأوا وصول السلطان عبد الملك المعتصم بالله الذي كان بمراكش، ولم يبقى لهم إلا الفرار والتحصن بالجبال. فلما انتقل النصارى من مكانهم ذلك أكثر من شهر حتى قدم السلطان عبد الملك المعتصم بالله وكان مريضا، فكتب رسالة إلى سباستيان قائلا: إن سطوتك قد ظهرت في خروجك من أرضك وزوازك العدوى، فإن تبت إلى أن نقدم عليك فأنت نصراني حقيقي شجاع، وإلا فأنت كلب ابن كلب. فليس من الشجاعة ولا من روح الفروسية أن تنقض على سكان القرى والمدن العزل ولا تنتظر مقابلة المحاربين. فغضب سباستيان من الرسالة وأشار إلى أصحابه: هل نقيم حتى يلحق بنا من خلفنا من أصحابنا؟ فقال المتوكل: الرأي أن نتقدم ونملك تطوان والعرائش والقصر الكبير، ونجمع ما فيها من العدة، ونتقوى بما فيها من الذخائر. فأعجب هذا الرأي هيئة أركان سباستيان وقادة جنده الذين أشاروا برمي الكتاب عرض الحائط، ولكن سباستيان تريث رغم إشارة رجاله. فكتب عبد الملك المعتصم بالله لأخيه أحمد المنصور، وكان نائبه على مدينة فاس وأعمالها، بأن يخرج جندا من مدينة فاس وما حولها ويتهيأ للقتال. ثم كتب إليه أيضا في شأن مؤونة الجيش. وهكذا سار أهل مراكش وجنوبي المغرب بقيادة عبد الملك المعتصم بالله، وصار أخوه أحمد المنصور بأهل فاس وما حولها، وكان اللقاء بقرب محلة القصر الكبير. كان الجيش الصليبي يتكون من 125 ألف مقاتل، وكان ضعف أضعاف الجيش المغربي الذي يتكون من 40 ألف مجاهد، يملكون تفوقا في عدد الفرسان و34 مدفعا، وكانوا في أشد حماسهم. اختار عبد الملك المعتصم بالله القصر الكبير مقرا لقيادته، وخصص من يراقب تحركات سباستيان وجيشه بدقة. ثم كتب رسالة إلى سباستيان مستدرجا إياه إلى ميدان المعركة قائلا: إني قطعت للمجيء إليك 16 مرحلة،
فهلا قطعت أنت مرحلة واحدة لملاقاتي؟ فنصحه رجاله والمتوكل أن يبقى بأصيلة ليبقى على اتصال بالمؤونة والعتاد والبحر، لكن تشوقه إلى الحرب وغروره بمن معه من قوات ومدفعية جعله يرفض نصيحة أركانه، فتحرك يوم الثلاثاء 29 يوليو قاصدا القصر الكبير، فوصل الضفة الشمالية لوادي المخازن، فشاهد طلائع الجيش المغربي المسلم متجهة نحوه في بساطة القصر الكبير. ويوم الأحد 3 أغسطس عبر سباستيان ومن معه جسر وادي المخازن، حيث خيم قبالة الجيش المغربي. وفي جنح الليل أمر عبد الملك المعتصم بالله أخاه أبو العباس أحمد المنصور في كتيبة من الجيش بنسف قنطرة جسر وادي المخازن إتماما للخطة التي وضعها. وفي يوم الأحد 3 أغسطس عبر سباستيان ومن معه جسر وادي المخازن، حيث خيم قبالة الجيش المغربي في جنح الليل، فالوادي لا معبر له سوى هذه القنطرة، فقد كان عبد الملك عارفا لخبايا الحرب، فعزل عدوه عن أسطوله بالشاطئ بمكيدة عظيمة وخطة مدروسة حكيمة. عندما استدرس سباستيان إلى مكان حدده عبد الملك ميدانا للمعركة، جعل سباستيان مدفعيته في المقدمة أمام جيشه، وفي الوسط 4 كتائب رئيسية تحيط به، وجعل الفرسان على الجانبين مع حراسة خلفية، وتجمعت شردمة حول المتوكل في الميمنة. أما عبد الملك المعتصم بالله فقد جعل مدفعيته في المقدمة، تليها مباشرة صفوف للرماة والمشاة، وجعل قيادته في القلب على الجانبين رماة فرسان والقوى الشعبية المتطوعة. وامتازت خطة عبد الملك بوجود كوكبة احتياطية من الفرسان ستنقض في الوقت المناسب، وهي في غاية الراحة. وفي يوم الاثنين 4 أغسطس سنة 1578 كان ذلك اليوم يوما مشهودا في تاريخ المغرب ويوما خالدا في تاريخ الإسلام. وقف فيه السلطان عبد الملك المعتصم بالله خطيبا في جيشه، مذكرا بوعد الله للصادقين المجاهدين بالنصر: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وهكذا دقت ساعة النصر وانطلقت الملحمة، فكان القسيسون والرهبان يثيرون حماس جند أوروبا الذين يقودهم سباستيان، مذكرين أن البابا أحل من الأوزار والخطايا أرواح من يلقون حتفهم في هذه الحروب التي اتسمت بطابع الحروب الصليبية. وانطلقت عشرات الطلقات النارية من الطرفين كليهما إدانا ببدء المعركة. ورغم تدهور صحة السلطان عبد الملك المعتصم بالله الذي رافقه المرض وهو في طريقه من مراكش إلى القصر الكبير، فخرج بنفسه ليرد الهجوم الأول منطلقا كالسهم شاهرا سيفه يفتح لجنده الطريق إلى صفوف البرتغاليين، ولكن المرض غالبه فغلبه فعاد إلى خيمته، وما هي إلا دقائق حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وأطبق أجفانه وهو موقن بالنصر الذي وعد الله به عباده الصادقين المؤمنين. فقد مات وهو واضع سبابته على فمه مشيرا أن يكتم الأمر حتى يتم النصر ولا يضطرب الجيش. وكذلك كان، فلم يطلع على وفاته إلا حاجبه رضوان العلج وأخوه أحمد المنصور، وصار حاجبه يقول للجند: السلطان يأمر فلانا أن يذهب إلى موضع كذا، وفلانا أن يلزم الراية، وفلانا يتقدم وفلانا يتأخر. ومال أحمد المنصور بمقدمة جيش المغاربة على مؤخرة البرتغاليين، واتجهت موجة مهاجمة ضد رماتهم أيضا، فلم يقف البرتغاليين لقوة الصدمة، فتهالك قسم منهم صرعى، وولى الباقون الأدبار قاصدين قنطرة نهر وادي المخازن، فإذا هي أطر بعد عين نسفها المسلمون بأمر سلطانهم عبد الملك المعتصم بالله، فارتموا بالنهر فغرق من غرق، وأسر من أسر، وقتل من قتل. وضرع سباستيان وألوف من حوله بعد أن أبدى صمودا وشجاعة تذكر، حتى زعم مؤرخون النصارى الأوروبيين أنه هلك تحته في ذلك اليوم 4 فرسان، صرع بسيف حملته يمنى مجاهد مسلم صمم على الشهادة أو قتله، فحاول المتوكل رمز الخيانة الفرار شمالا، فوقع غريقا في نهر وادي المخازن، ووجدت جثته طافية على الماء، فسلخ وملئ تبنا وطيف به في أرجاء المغرب حتى تمزق وتفسخ. دامت المعركة 4 ساعات، ولم يكن النصر فيها مصادفة، بل كانت المعنويات عالية ونفوس شعرت بالمسؤولية، والخطة مدروسة مقررة محكمة. وما هي إلا ساعات حتى انتصرت جيوش المغرب وأبادوا كل جيش البرتغال الذي لم يبقى منهم أحد. فبويع أحمد المنصور الذهبي بعد انتصار وادي المخازن وبعد الفراغ من القتال بميدان المعركة، فكتب إلى القسطنطينية مقر السلطنة العثمانية يعلم السلطان مراد خان الثالث العثماني وإلى سائر ممالك الإسلام المجاورين للمغرب، يعلمهم بما أنعم الله عليه من نصر حاسم
هزيم عظيم وإخفاق الغزو البرتغالي الصليبي واستئصال شوكته، فوردت عليه الرسائل من سائر الأقطار مهنئين مباركين له، فكان أول مهنئين له من الجزائر وباقي الأقطار القريبة للمغرب. وكانت هذه هي معركة وادي المخازن، شاهدة على بسالة الجيش الإسلامي المغربي لتبقى أراضي الإسلام مقبرة لكل غازي. ونلقاكم في فتح آخر.